السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا روجينا، عندي 27 سنة، بنت جميلة جدا، ويعني الحمد لله مرتاحة جدا ماديا. طول عمري وأنا مليش في قصص الحب إطلاقا، بس طول عمري برضو بحب إن أنا اليوم ما أفكر في واحد يبقى طبعا جميل جدا ويكون ابن ناس ومعاه فلوس. وفعلا مكانش بيملى عيني أي حد لغاية ما قابلت هاني. وهاني ده بقى كان أجمل إنسان شفته في حياتي، وطبعا مرتاح ماديا جدا جدا، وعنده الشركة بتاعته، شركة مقاولات كبيرة، وفعلا حبيته. بس كنت دايما في مشاكل معاه. المشاكل دي كل يوم والتاني مشكلة جديدة، بس ده كله بسبب إهماله، بسبب إن أنا مش لاقية معاه الحب بصراحة قوي. هو فعلا بيقولي بحبك، بس للأسف مش حاسة منه باهتمام. دايما أحس منه إن هو مدي للشغل اهتمام زيادة عن اللزوم، بيفضل شغله عني بكتير، عنده شغله ده نمبر 1، أنا تاني حاجة ممكن في حياته أو تالت حاجة في حياته. دايما كان خلافي معاه إن هو مش بيهتم بيا. دايما خلافي معاه إن ممكن عيد ميلادي يعدي ما يقوليش حتى كل سنة وانتي طيبة. دايما كنت بقول يمكن هو مش واخد باله، يمكن عشان الشغل برضو ضغط عليه طول الوقت. يعني يوم حتى عيد ميلادي ما حاولش ان هو حتى يقولي كل سنة وانت طيبة. قالها لما انا قلت له النهاردة عيد ميلادي، قال لي ايه ده، معلش ما كنتش واخد بالي، انا اسف، عامة كل سنة وانت طيبة. وتقريبا نسي اصلا يجيب لي هدايا. برضو قلت مش مشكلة، الحاجات دي تعتبر مظاهر كدابة شوية. قلت بس هو اكيد بيحبني. وجيت في يوم اخته كانت بتتخطب، وطبعا عزمني ورحت. احنا طبعا كنا مخطوبين. رحت، واخته اتكلمت معايا بطريقه مش اللي هي خالص، حتى بتقولي يعني انتي ستايلك اوفر قوي وكده. قلت لها لا، انا ستايلي مش اوفر قوي ولا اي حاجه. حسيت في طريقتها كده ان انا ستايلي مش عاجبها اساسا. جيت بعد كده لقيته، يعني لما قلت له قال لي عادي، يعني ما تاخديش في كلامك وكده، هي كلامها عادي، يعني ممكن ما تكونش قصدها. ما زعلش على زعلي ولا تأثر ولا حتى يعني قعد يصبرني بكلام يعني يريحني شوية. لا بالعكس، ما عملش الكلام ده خالص. قلت برضو معلش اخته بيدافع لها ومش واخد باله. بس بعد كده اكتشفت ان هو اصلا من النوع اللي مشاعره باردة، مشاعره باردة جدا. في ناس كده على فكرة، في ناس مشاعرها باردة جدا، في ناس تبقى معاها تبقى بتحبها وبتبادلها المشاعر، تحس ان احاسيسهم مش حراقة، احاسيسهم مش سخنة كده، بالعكس احاسيسهم باردة دايما. هو ده كان من النوعية دي. بس في الحقيقة رغم ان انا كنت شايفة عيوبه، بس مش قادرة ابعد عنه، مش قادرة بجد. كانت عينيه جميلة جدا، وهو كان شكله جميل جدا، بالاضافة ان هو كان غني، وبصراحة دي كانت حاجة برضو مريحاني شوية. بس لما جيت واتكلمت معاه في نقطة ان يعني اسلوبك ساعات بحس بان هو بارد كده معايا. قال لي ايه، يقول لي انت اللي بس مش عارفة مالك، دايما بتفكري باسلوب مش كويس، دايما واخدة الدنيا على صدرك قوي وزعلانة وكده. جيت مرة كان ابن خالتي عندنا، وبالصدفة كان هاني برضو عندنا، يعني جايلي زيارة وكده. ابن خالتي جه وضحك معايا واتكلم معايا ويعني كان واخد عليا شوية. لقيت هاني شافه ومديش اي اهتمام خالص، ولا حتى زعقلي، ولا حتى قالي ده ابن خالتك وما ينفعش تقعدي معاه القعدة دي، ولا ينفع تهزري معاه الهزار ده، ولا اي حاجة خالص كان متأثر بيها. ولما جيت سألته قلت له هو انت ليه يا هاني كده، انت مش بتغير عليا؟
قال لي بالعكس انا بغير عليكي جدا وبحبك جدا، بس انا عادي يعني انا واثق فيكي. قلت له اوكي الثقة حلوة وجميلة وكل حاجة، بس مش للدرجة دي، مش لدرجة ان ابن خالتي يبقى عمال يضحك معايا ويهزر معايا بالطريقة دي، وانت حتى ما تقوليش ما ينفعش كده ولا ما يصحش ولا تحسسني حتى برجولتك. قال لي خلاص يا ستي بعد كده هبقى اعمل عليكي راجل. المهم عدى الموضوع وارتبطنا انا وهو واتجوزنا وخلاص. بس بعد الجواز بقى يا جماعة لقيت الموضوع حاجة وحشة جدا، الوضع صعب جدا، الوضع بقى رخم زيادة عن اللزوم. الوضع مش ازاي، ان هو في يوم لاني كنت بقعد على طول على الموبايل، على طول بقعد على النت باستمرار. لقيته بعد كده بيقول لي انتي ليه دايما ماسكه الموبايل في ايدك؟ قلت له ابدا، انا في واحده صاحبتي بصراحه كلمتني على موضوع ان انا اعمل تيك توك وكده ويعني الموضوع هيبقى لذيذ. لقيته بيقول لي اه صح تمام، حاجه حلوه قوي انك تعملي تيك توك، انت كده هتكسبي من ورا كتير جدا. قلت له بصراحه هو مشروع كويس جدا فعلا. لقيته قال لي خلاص تمام اعمليه. على فكره كمان مع العلم هو ما قاليش اعمليه وخلاص، اللي هو قالهولي بطريقه اني اعمليه وكانك اعملي اللي انت عايزاه، انا مش واقفلك ولا هقولك اعملي ولا ما تعمليش. بس قلت مش مشكله، يعني كويس ان هو برضه بيفكر ان عايزني انا كمان اتشغل، اي حاجه تشغلني وخلاص. وفي يوم لقيته يعني شافني وانا بعمل تيك توك، كنت بعمل نظام رقص شوية ونظام ان انا بقعد اشارك الناس كل حاجتي كل حياتي اليومية، وفي نفس الوقت بعمل نظام رقص كده شوية على التليفون. بس لقيته لما عرف الموضوع ولا تهز فيه اي شعراية من الاخر، ولا قال لي مثلا لا ده غلط ولا ما ينفعش ولا بغير عليكي ولا حرام ولا اي حاجة، بل بالعكس. لقيته بيقول لي تصدقي الفيديوهات حلوة؟ قلت له يعني عجبك؟ قال لي عجباني ومعلقش عليها خالص. فانا لقيت اني فعلا بجد حاسه ان انا موضوع زي كده، رغم ان هو سايب لي الحريه زياده عن اللزوم، بس حاجه زي كده مضايقاني جدا. يعني ايه شخص المفروض ان هو راجل واحس ان هو مش راجل؟ ازاي مثلا واحد زي ده ابقى يعني المفروض ان انا مراته، المفروض ان هو يخاف عليا، المفروض ان هو يحبني، المفروض ان هو يحاول طول الوقت يعرفني الحلال والحرام، المفروض ان هو يحميني. للأسف انا مش شايفة منه كده خالص خالص، طول الوقت حاسة منه ان انا واحدة عادية كده وخلاص في حياته. يعني انا لو صديقته مش هيتعامل معايا بكده. انا حاسة يا جماعة ان انا زهقانة من البرود بتاعه، فمش عارفة هل ده طبيعي؟ هل ده طبيعي ان انا احس الاحساس ده، ولا هو رجولته وعدم رجولته مخليني كده؟ انا مش فاهمة. انا فعلا بتكلم بجد ان انا نفسي كل بنت تتعلم من الموقف ده، ان فعلا انتي لما ترتبطي بشخص راجل بجد عنده اخلاق وعنده دين وبيغير على اهل بيته، فدي حاجة في حد ذاتها نعمة من عند ربنا. اوعي تزعلي ابدا ان جوزك ممكن يبقى بيغير عليكي، او جوزك يبقى بيتعامل معاكي بانك انتي يعني كل شوية مشاكل معاكي عشان بيغير عليكي من قرايبك، او بيغير عليكي من جيرانك، او بيغير عليكي من اي حد. دي حاجة مش وحشة، بالعكس دي حاجة اسمها رجولة، دي اسمها حاجة فعلا ان ده الشخص اللي يستهلك بجد. دلوقتي يا جماعة الناس بتربي ولادها على ان هم يجيبوا قرش وبس، ويجي الاب والام يقولك لا ده انا كده ربيت ابني ان هو يطلع يشيل مسؤولية. لا، المسؤولية مش انه يجيب قرش، المسؤولية انه يعرف يجيب قرش ويعرف يحافظ على اهل بيته، ان هو ما يكونش شخص بارد، ما يكونش شخص يعني ديوث من الاخر. رغم ان انا فرحانة بنجاحي على التيك توك، ورغم ان انا فرحانة ان انا بقيت واحدة مشهورة جدا، بس بجد زعلانة ان انا مش لاقية الشخص اللي
بجد يكون خايف عليا. وده كله بسبب ان انا بصيت لمظاهر كدابة، لمظاهر فعلا خداعة. بصيت لواحد، بصيت لشكله ان شكله حلو، بس ما بصيتش لرجولته. بصيت لواحد غني، بس ما بصيتش لاخلاقه. بصيت ان هو يبقى غني بالفلوس، بس مش غني بالاخلاق والدين. فبتمنى من كل بنت بتتفرج على الفيديو ده ان هي بجد تحط اختيارات وشروط في دماغها للشخص اللي دي تقدم لها. الاهم من ده كله ان يبقى راجل، وان يبقى عنده دين حقيقي مش بالكلام وبس. ويا ريت اللي عنده نصيحة يكتبها لي في الكومنتات ويقول لي انا اعمل ايه في مشكلتي دي. هل انا اتطلق وان الشخص ده ما ينفعش اعيش معاه تاني، ولا اعمل ايه بالظبط، ولا احاول اغير فيه؟ بس للاسف والله فعلا النوعية دي انا مش عارفة اغير فيها خالص، لان استحالة يعني هعرفه ازاي يبقى راجل. الرجولة دي حاجة بتبقى من جواه، حاجة نابعة من جواه، مش حاجة هيتعلمها. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.